الحكايه هذه تبدا غاديك يبدا مدلل في دارهم، غاديك يلقى فطوره طايب، يلقى واحد شيء ويخمم هو باش يجي نهار باش يلقى روحه في الاميرد هذيك ما يخممش. هو يخمم باش يقول لك وقت نهار سيدي يخمم باش يخرج، ما خممش الاميرد ولا باش يطيح فيها. ما يعرفش هو معمل مثال على خاله ولا على عمه ولا على خوه ولا على نبرت شكون يعني اللي معمل عليه جاي لهنا في باله باش يدبشوا باش تغسلوا له هذه عمته ولا خالته ولا الله اعلم شكون. كيف باش يعمل هكا، يعمل حساباته باش يمشي يلقى فطوره حاضر، يعمل هكا باش كل الوضعيه هذيك باش دوم له حكايه كان ياسر جمعه، يلقى روحه ساكن مع بلاد اخرى ويلقى روحه عظمه ما يعرفش يطيبها. اي كيفاش باش تعيش انت اليوم؟ انا طيبت غدوه انت باش طيب. انا طيبت اليوم في الاستديو اللي نسكنوا فيه، انت غدوه انت باش طيب. انا طيبت اليوم غدوه انت باش طيب، وحوايجك باش تغسلهم انت مش نغسل من مكانها زاده، سواء باش تغسلهم في اللافابو فميك في الواحد، سواء تمشي الماشينه اللي بالفلوس تمشي تغسل حوايجك. بالطرف يلقى روحه في وقتها يندم على النهار اللي جا فيه لفرنسا. هو سيدي جا من اللي جمعوا لك حتى ياكل يقولوا له قوم اغسل الماعون. بالطبيعه الصحن اللي كليت فيه، يعني انت كان ما تعرفش مثال اوكي يعدي والك نهار الاول، نهار الثالث معلم قوم امشي اغسل صحنك، اغسل كاسك، اغسل مغرفتك، ريقل فرشك، اعمل مسحه للقاع. يعني عباره اللي انت في تعدي في رابطيه تعمل في كرفي روحك، يقول كل تخدم في كرفي الحبس. ومن هنا تبدا الصدمه، سيدي جا مازال خدم لحشاه وجات الصدمه الكبيره، كان فرش ومفروش وكان مدلل وكان كل شيء يعني يجيه حتى يده مش عاجبه، وكان حتى كلزم من الماكله نتاعو رفازه يلقى روحه من النهار الاول شنو يصير له؟ يا ودي انا نعرف شكون حتى غاديك ما ياكل شيء في دارهم، ما ياكل شيء، مانيش فاهم باش يعيش، ما نعرفش باش يعيش، ما ياكل شيء. جا لهنا كل شيء ولا ياكله حتى من الحشيش حتى الحشيش دور ياكل بالشر اللي راه يعني حتى الحشيش دار ياكل فيه. اي اعطيني انت شنو هذيك شني خاطر لقى روحه يواصل في كل الوضع هذاك، يشتني يروح الدليل اللي كان فيه ينساه. معناها الكوتي بوزيتيف كان نحبوا نحكيو الكوتي بوزيتيف الوحيد كي يجي معناها واحد جون ومتعود متدلل في دارهم كل شيء، انه حد ما يجي هنا عباره شو يديروا الجيش. يا ودي عباره زيت وما يقارناش بحاجه اللي باش نقولها تويكا مثال. شنو هي الحاجه؟ عباره باش يتحسب جا من غاديكا هاكا عمل شنو عمل غاديكا كما حسبوه جا لونيه يبدا الحساب. عملت هكا تعمل هكا، يعني كي نقول لك مش لا يعيف روحه ضربه واحده. انا نعرف شكون يخرج من الدار يرجع كان وقت يمشي يرقد باش كشيء ذاك ما كل شيء اللي يعمل ما يراهش. ما هو تو اللي يجي لهنا من تونس يجي لهنا والله غير عباره مش انا نقول لهم اللي ما خدمش جيش في تونس يجي لفرنسا يرى العام جيش انه جيش اكثر من عام جيش. هوني في فرنسا اكثر من عام جيش بالميرد مش جيش يعني اخي في تونس جيش شنو عبد جيش يضبط العبد يولي منضبط، مش جيش يعني حاجه عيب ولا حاجه، لا جيش عبد يمشي يتنظم باش كما نقولوا في كل شيء. ما المشكله او كنقارنوها بالجيش، الجيش علاش خاطر واقع يعني شكون مثال يعطيك وقت مثال هذه باش تاكلها في 5 دقائق، يعطيك وقت هذه باش تجري تمشيها مثال لو كان حتى عمرك ما مشيت فيها تمشيها هذيك باش يردك راجل. هذيك تو جيش هو غادي في تونس تكون ماكش راجل تشد الجيش تولي راجل. كي يجي هنا كيف هنا زاده كيفاش يجي من غادي لهنا حاجتين، يا يولي راجل يا يولي مش راجل، حاجتين يا يولي راجل يا يولي مش راجل. يا يولي راجل مثال يخدم على روحه ويفكر شنو هو غاديكا شنو العيشه نتاعو غاديكا وشنو هو الوجه، ولا يهمل يولي ما كما نقولوا يضيع فيها جمله، يولي كما نقولوا يمين ويسار ماش يولي يسلف الفلوس ويولي يطيح في حاجات اللي هي ماش. نعرف برشا عباد انا طايحه في شيء ربي يلطف. انا نعرف شكون عمل هكا جاء في باله خوه هنا ولا اخته ولا عمه ولا عاد في باله عايش في فيلا، كما هو يتوقع غاديكا يعني الحسب اللي يرى شيء يرى فيه الوضع كيفاش
كي حرق وجا لهنا دخل لك سيدي وفي بالو راني مازال تما الوسع راني في بالوش هو السيدو هذاك برك يعني كل 4 متر اللي دخل لهم ما في بالوش هذاك برك في بالو فما شنابر اخرين فما هاكا قال برا دوش يعني مازال كي جا قال برا دوش يعني مخر ليل واحد الشيء هاكا دوش عمل لك حط كي تعشى واحد الشيء قالوا باش نرقد قالوا يعني شيء قالوا وين البيوت وين البيوت قالوا واش بتجري ورقد قالوا وين البيوت يعني بيوت لو اشياء يعني قال روحوا في وضعيه قال يعني عبد كان في وضع خرج قال روحوا في وضع يرجع كان كما نقولوا احنا في سيساعة وفي رحمه وفي هذا الشيء يجي يلقى روحه في متر على متر ويلقى روحه في بالواني سيدي كما يقولوا غاديك الكوشينه نتاعو اكبر منه سيدي تلقى غادي عايش فيها هوني.